لا تقول لي الاسيوطي ولا تقول لي بيراميدز ولا تقول لي خفرع ولا منقرع، الاهلي مفيش حد بيقف في وشه. الاهلي بيعلم على بيراميدز في 10 ايام مرتين ورا بعض، بيكسر سلسله الانتصارات بتاعتهم محاها. الاهلي الكبير، الاهلي العظيم، الاهلي عمهم اللي مفيش حاجه بتقف في وشه ولا بتقف في وش جمهوره. تغلي عليا تذاكر، تعمل اللي انت عايزه، برضه مفيش حد يقدر على جمهور الاهلي، مفيش حد يقدر على الاهلي. مليون مبروك لكل الاهلاويه، فوز كبير جدا جدا على نادي بيراميدز النهارده، فوز بيقربنا بنسبه كبيره للدوري، لكن احنا لسه ما حسبناش الدوري لحد دلوقتي. انت لسه لك 8 مباريات، محتاج تفوز في 6 منهم وبعد كده انت تكون خدت الدوري. فانت خلال ال6 مباريات دول لازم الجمهور يفضل واقف ورا لعيبته، ولازم اللعيبه تفضل مركزه، لان اي تعادل او هزيمه بيقرب بيراميدز منك بنسبه كبيره وبيرجع لهم الامل من تاني. وانت ما ينفعش بعد ما موتت الامل ده النهارده انت اللي ترجع تحييه بايدك مره تانيه. النهارده كسبنا، مكسب حلو، فوز، فرحه، نفرح النهارده ومن بكره نبدا شغل جديد، علشان عندنا مباريات جايه كل 3 ايام. ما عندناش وقت نفرح، ما عندناش وقت نضيعه. احنا عايزين الدوري السنه دي، الدوري السنه دي هيكون له طعم مختلف جدا والفرحه فيه هتكون كبيره جدا. انا عايز النهارده احيي كل لاعب في الاهلي على ادائه، على روحه. عايز احيي كولر النهارده على ادارته للمباراه، ما تفلسفش النهارده كتير. الحمد لله رب العالمين. كان هيبداها بطاهر لكن قدر الله وما شاء فعل ان طاهر اتصاب، الف سلامه عليه. احنا ما نقبلش الاذيه لاي حد، ربنا يقومه بالسلامه. وبعد كده اضطر ان هو ينزل رضا سليم طول المباراه. وحتى امام عاشور مستواه في الشوط الاول ما كانش قد كده، لذلك في الشوط الثاني ما تاخرش عليه وما تاخرش في التغييرات، هو ربع ساعه ثلث ساعه وكان مغير امام عاشور. فالنهارده بصراحه كان الراجل مركز غير المباريات اللي فاتت بصراحه. بس انا عندي كلمه للشيبي. الشيبي لاعب بيراميدز ده، انت محسس ان انت بتلعب في المغرب؟ انت محسس ان انت نازل تتخانق، نازل تبلطج؟ انت عملت تدخل عنيف تستاهل عليه طرد. رايح تتخانق مع حسين شحات ليه؟ رايح تعمل مشاكل ليه؟ والناس كلها تمنعك وتحاول تطلعك بره وتحط ايديها على بقك. ايه يا عم؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ شتيمه وقله ادب وخناق وبلطجه ليه؟ انت واحد اخطأت في الملعب واخدت كارت احمر، مش حسين الشحات اللي اداهولك، الحكم هو اللي اداهولك بتهور منك. انت عايز تروح تتخانق مع حسين الشحات ليه؟ بلطجه هي؟ هو انت مش متخيل ان انت عايش في مصر؟ انت مفكر نفسك عايش في بلدك؟ يا راجل احترم البلد اللي انت عايش فيها، احترم القانون والنظام اللي انت عايش فيه. بصراحه انا ما شفتش بجاحه بالشكل ده بامانه. في مثل دايما بيقول يا غريب كن اديب. انت لما حسين الشحات غلط فيك طلعت وقلت انا عايز حقي، والناس كلها قالت لك انت معاك حق، وحسين الشحات طلع اعتذر لك وانت مع ذلك رحت رفعت قضيه وعايز تاخد حقك بالقانون. طيب انت راجل غريب، تكون اديب ولا تبقى بلطجي؟ لا، انا نفسي الناس تطلع شتايمك اللي انت شتمتها النهارده واللي كانوا بيقفلوا بقك علشانه ويطلعوها وتدان بيها وتتحاسب عليها بالقانون، بس كده. لكن بعيدا عن الموقف ده، المباراة كانت ممتازة، المباراة كانت رائعة، كان اللعب فيها كويس، ما كانش امتع حاجة زي المباراة الاولى، لكن الى حد ما كانت كويسة لان الفرقتين كانوا عاملين حساب لبعض جدا وكل واحد عايز 3 نقط وخايف من الخسارة. في النهاية ابن فلسطين وسام ابو علي احرز هدف رائع جدا جدا واسيست جميل من امام عاشور في الشوط الاول انهى بيها المباراة، والاهلي طلع كسبان 1-0 علشان يقترب من التتويج بلقب الدوري ان شاء الله رب العالمين، مع انه لازم يشد حيله في خلال المباريات اللي جايه علشان ما يكونش فيه تهاون ولا تراجع ولا استسلام. مليون مبروك للاهلاويه مره تانية، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، وباذن الله رب العالمين المكسب والفرحه دايما للاهلي وللاهلاويه. شكرا لكم، سلام.